صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا لكم بفيديو جديد ووصفة كتير سهلة وطيبة تنفع للفطور. اللي بيحبوا شوي يبتعدوا عن المخبوزات والفطائر. هاي الوصفة شفتها على الانستغرام وحبيت انه اجربها. وصفة كتير هيلثي، ما فيها زيت، اضافة الى انه بها كمية جيدة من البروتين. مثل ما راح تلاحظون أنا جبت شوية بطاطاية كبيرة وبرشتها، وهاي البطاطاية راح أجيب وياها قطعة طماطم، فالطماطماية أو بندورة كبيرة نوعا ما، وشوية بقدونس، وأحط عليها 3 بيضات وشوية فلفل وملح. هاي ما راح أقليها، أنا إيش راح أسويها؟ راح أجيب بايركس وأحطها بالفرن وأخليها تقريبا 20 دقيقة، راح تستوي وتطلع بتجنن. أنا جدا أنصح بيها. وإضافة إلى أنه راح يعني ما راح تحتاجون تاكلون خبز وياها على الصبح. فكانت من الوصفات اللي أنا كتير يعجبني أشوفها وأجربها، والله وأنا قاعدة قلت خليني أجربها معكم. أنا يعجبني كمان تحكوا لي شنو الوصفات اللي تشوفوها سهلة وصحية. شاركونا بالتعليقات شنو يعجبكم نسوي مثلا. مثل ما تلاحظون انه الوصفة كلش سهلة، ما اخذت معي وقت نهائيا. وطبعا درجة حرارة الفرن راح تكون تقريبا 160 الى 180 درجة، مدة 20 دقيقة 18 دقيقة تراقبوها. بس انا صراحة البايركس اللي حطيت بالوصفة شوية دهنته بزيت الزيتون حتى بس ليلزق من تحت. واذا ما تحبون تحطون زيت زيتون ممكن تحطون الورق الزبدة. انا بصراحه ما كان عندي ورق زبده فحطيت شويه هيجي، اقل من ربع ملعقه زيت زيتون، ودهنت البايركس بيه. الحلو في هاي الاشياء انها ما بتاخذ وقت، ووصفه جدا سريعه ممكن نعملها الصبح للعائله من يروحون للدوامات، لانها ما بتاخذ وقت نهائيا. وصراحة بها كثير من الأشياء الصحية. المعدنوس إحنا والبقدونس الخضروات الورقية هاي جدا مهمة إني إحنا نستعملها خصوصا على الصباح. بس تعرفون الواحد مرات ما يقدر الصبح مثلا ياكل خضروات ورقية كثيرا، فهاي نوع من أنواع الوصفات اللي تساعد إن الواحد يدخل هاي الخضروات الورقية. طبعا أكو هواية وصفات مو بس هاي. أنا أيضا أسوي البيض مع السبانخ تطلع جدا طيبة، أسوي بيض مع الماشروم أيضا تطلع كتير طيبة، أسوي بيض مع البصل، وأيضا بيض مع الطماطم. يعني البيض إحنا ممكن نشكله بوصفات كتير، بس هاي الوصفة أنا ما مجربتها لأن بيها بطاطا، فقلت خليني أجربها وأشوف يا ترى طعمها مثل ما موجود. يعني شكلها بشهي الصراحة، بس طعمها شو راح يكون؟ بس بما أني بيها بطاطا عرفت أن هي راح تكون كتير حلوة. ورا ما كملت هاي الوصفة
واللي أنصحكم تجربوها رحت على بازار. طبعا هاي الفترة البازارات كتير موجودة في لندن، طبعا لأنه حسب المناسبات، فبما أنه رمضان على الأبواب، وارجع واقول كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم، فتلاقوا البازارات كتير عم يعملوها. هذا البازار هو حصرا في إجوال رود. طبعا البازار كان مزدحم بدرجة أنا جدا تفاجأت. أنا من شفت الإعلان للبوستر الخاص بالبازار، قلت أوكي بازار مرة تانية فأكيد ما حدا يروحه، بس طلعت توقعاتي غلط، والبازار كان مزدحم بطريقة أنه أنا يعني رحت البازار افتريته مرتين حتى بس أعرف وأفهم شو الأشياء الموجودة، لأنه صراحة الازدحام كان شيء مهول. ما توقعت أن البازار يكون بيزي بهالطريقة. صراحة أشياء كانت كتير حلوة. هو بازار كان عربي مغربي شامي، فكان كل شيء متواجد، من الألبسة، من الأشياء الخاصة برمضان، من المأكولات، من الإكسسوارات. فأني حبيت أشارككم هذا البازار. أتوقع هذا البازار الأخير بعد، ما أتوقع يصير بازار إلا إن شاء الله على العيد، لأنه إحنا موضوع البازارات هو مو كثيرا موجود في لندن. فأنا ليش بتشوفوني رحت البازار 1 و2؟ لأنه اتفاجأت أنه البازارات تصير في أوقات قريبة جدا. المهم أنه البازار هذا كان أحلى من هداك البازار اللي أنا رحته أنا وياكم وشاركتكم به في فيديوهاتي السابقة. اللي يحب يشوف راح أنزل رابط الفيديو مال البازار السابق. كان ذاك كان صغير كتير، وكان مو ازدحام صراحة، بس هذا كان ما شاء الله على الازدحام وعلى إبداع النساء العربيات في لندن، الجالية العربية كلها ما شاء الله. كتير أشياء جميلة حلوة، بس نوعا ما كانت الأسعار مبالغ بها، بس يمكن لأنه هاي الأشياء ما تتوفر في لندن فشوية تكون طريقة جلبها نوعا ما غالية. مثل ما تلاحظون إكسسوارات وديكورات رمضان موجودة. القفاطين المغربية كانت موجودة كتير. أنا اشتريت لبنتي دشداشة مال رمضان، إن شاء الله من يجي رمضان راح أصور لكم إياها. كان موجود كتير من الإكسسوارات الخاصة برمضان والزينة. هنا مثل ما تلاحظون الأكل، طبعا كان الأكل المغربي هو الأكل السائد في هذا البازار. أتوقع أن هذا البازار كان مغربي، كل أنواع الأكل، كل أنواع الحلويات، كان شيء جميل صراحة. والقفاطين كانت مليانة في هذا البازار كتير حلوة. الزي المغربي كان مسيطر على البازار، بس حقيقة كان جميل جدا. إن شاء الله يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو. أرجع وأقول لا تنسوني باللايك والاشتراك، وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نسوي عاد ترتيبات ديكورات رمضان نكملها ونسوي، وأتوقع راح يدخل علينا رمضان، فانتظروا كثير من الفيديوهات. وأترككم تكملون الجولة في البازار، وفي أمان الله. باي باي.